سلام البنات، ان شاء الله تكونوا ملاح. وصفة اليوم بطاطا بيني بالدجاج كيما راكم تشوفوا باسهل طريقة، وما نحكي لكمش على بنتها حتى تجربوها وتعطوني رايكم في التعليقات. جبت هنايا نص صدر الدجاج اللي كنت قطعتها على شكل مكعبات جايين متوسطين. وعندي هنايا سن ثوم زي شوية كبيرة. نروح نجيبو المغلاة تاعنا وندير فيها شوية زيت، وبعد ما خليت الزيت يتغلى ضفت الدجاج ونزيد نضيف لهم الثوم. وبعد ما خليتهم يتغليو شويه جبت هنا التوابل، عندي فلفل اسود وملح وكركم وورق الحانوت وتوابل الدجاج، درت منهم كامل شوي شوي. وزدت هنايا ضفت مغرف صغيره من طماطم مصبره. ونزيد نضيف الماء، عندي هنا نص كاس الماء. وبعد ما ضفت هنايا الماء خليتهم يطيبوا على نار هاديه. وهنا كي طابوا لي قطعتهم على نتفات صغار على واش كانوا من قبل، ونخليهم يطيبوا حتى تعقد. وجبت هنايا حبتين البطاطا نتاعي اللي كنت دايرتهم يطبخوا ونحيتهم من الماء هما سخونين، ضفت لهم 2 مغارف من دهان يكونوا صغار، وهنايا ضربتهم بالباتور. كيما قلت لكم لازم تكون هنا البطاطا سخونه. وضفت لها هنايا نص كاس حليب، نضيفوا هنا الحليب غير بشويه بشويه حتى يكمل. وعندي هنايا مغرف، نص مغرف ملح تكون صغيره. وهنا كملت لابيل تاعنا، جات خفيفه والكميه جات قيس هذه الصفحه بالذات. وكيما راكم تشوفوا حطيت هنا لاصوص فوق لابيلي تاعنا، وكنت ضفت لاصوص شويه زيتون اخضر من اختياري.
وزدت هنايا ضفت شويه معدنوس من الفوق، وهكذا كانت لابيدي تاعنا اللي كانت بزوج حبات بطاطا بنصف صدرة الدجاج. كانت مقادير مضبوطه لشخصين، تقدر تفكر شخصين او حتى ثلاثه. نتمنى انكم تجربوها وتعطوني رايكم في التعليقات. ولا عجبكم فيديو اشتركوا في القناة. باي باي.